النهارده يا جماعه احنا هندردش. زي ما انتم عارفين انا بغني من وانا عندي 7 أو 8 سنين تقريبا، فطبيعي ان طول الفتره ديت يعني بقالي 16 سنه، بقالي 16 سنه تقريبا بغني، فطبيعي ان طول الفتره دي اكون سمعت حاجات غريبه عن الغناء وعشان انا بغني. فانا النهارده قررت افتح فيديو واحكي لكم عن ايه اكتر حاجات المغنيين بيسمعوها وانا كمغنيه سمعتها، وايه اكتر حاجات المغنيين نفسهم يبطلوا يسمعوها. بس قبل ما نبدا خليني اقول لكم مين السبونسر بتاع الفيديو دوت. لا طبعا بهزر، انا لسه ما وصلتش للمرحله ديت، بس ميرسي انكم صدقتوا. عشان اوصل للمرحله ديت اعملوا لي سبسكرايب ولايك وكومنت وشير. يلا بينا نبدا. اهلا بيكم في لقد طفح الكيل يوميات مغنيه. اول فقره هي مغنيه دي مش صفه. اول مجموعه من الناس عايزه اتكلم عنهم هم اللي فاكرين ان مغنيه دي صفه. مغنيه مش صفه، مغنيه ده اسم. خليني ارسم لكم صوره توضيحيه للموقف. يعني مثلا لو انت وانتي مغنيه وقاعدين وسط جروب صحابكم، وحد من الجروب بيصف كل واحد من الجروب، يعني مثلا يقول ميرنا دي جدعه قوي، لميس دي شهمه قوي، عمر ده ذكي جدا، ندى دي طيبه جدا، لينا دي مغنيه. ده البهلوان زون. يعني ايه لينا دي مغنيه جدا؟ انا مش فاهمه. اصل ده معناه من حاجه من الاثنين، يا اما انا يعني ما فياش ميزه ان انا مغنيه مش صفه. احنا اتفقنا ان هو مش صفه، بس مغنيه دي كانت بتبسطني جدا زمان. يعني حاجه حلوه ان انا صوتي حلو والناس تقول عليا مغنيه وصوتي حلو. يعني حتى الناس لما بتصفني بتقول، مش بتقول مثلا صوتها حلو، لا مغنيه. شوفوا الشيش اتقفل، الشيش اتقفل. محدش يجي يقول لي انت ازاي بتقولي كده، دي حاجه حلوه على كده الناس شايفاكي ان صوتك حلو. بالعكس دي حاجه تبسطني والله، وكانت بتبسطني جدا زمان. بس الحاجه لما تتقال على طول تحس ان هي سطحيه قوي. الفقرة دي اسمها أنا هشهرك. أعتقد إن الاسم بيشرح نفسه، ما أعتقدش إن أنا محتاجة أشرح الموضوع أكتر من كده. بس ليه دايما لما بقعد مع جروب مثلا أول مرة أقعد معاهم بيبقى في حد فجأة كده يطلع لي من بين الجروب، غالبا بيكون ولد أو اكشلي دايما بيكون ولد، مش عارفة ليه، فجأة يقول لي عايزه تغني مع تامر حسني، عايزه تغني مع عمرو دياب، وعايزه تغني مع ام كلثوم على المسرح. اصل انا على فكره لحنت لمحمد منير قبل كده. ايوه ده انا منتج على فكره، ده انا مخرج، ده انا ممثل، ده انا رائد فضاء. لا نو 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 نو. ليه؟ يعني اولا انا اصلا ما بحبش نص الناس اللي انت قلت عليهم دولت. ثانيا ليه على طول الولاد فاكره ان هم اللي هيغيروا لي حياتي؟ انا قاعده ما بعملش حاجه وهم. انا اعرف منتج على فكره. انت شكلك مش بتعملي. انت شكلك على فكره مش بتحاولي. انت شكلك. انا لسه مقابلاك من 5 دقايق. يعني ما انت كنت ساعدت نفسك اولا. يعني مش شايفاك يعني مشهور بما انك ملحن فظيع كده، ولا منتج فظيع كده، ولا تعرف الناس الفظيعه كده. ما شفتكش يعني. ما فين؟ ليه فاكر ان انا اللي محتاجه مساعدتك؟ وعلى فكره يا جماعه اتقالت لي قبل كده، يعني حرفيا قالت لي بالحرف كده انا هشهرك على فكره، انا هخليكي نجمه. انا ما طلبتش ده، غير بقى الكومنتس والدي امز والحاجات اللي بتجيلي بنفس التون كده وبنفس تقريبا الاداء اللي انا لسه مورياه لكم دوت. والنبي يا جماعه ساعدوا نفسكم الاول، وانا والله لو احتجت حاجه هجيلكم ما تقلقوش. تقليد المغنيين بالظبط. انا يا جماعه عاده الناس اللي تعرفني عارفه ان انا مش سخيفه خالص. لما حد بيطلب مني ان انا اغني في اي تجمعات، لما بنبقى خارجين بره، حتى في حته، لما بنبقى قاعدين في بيت حد، لما حد بيقول لي غني، حتى لو اول مره يقابلني وعايز يسمع صوتي بغني عادي. بس اللي مش طبيعي بقى هو ان لما حد يطلب مني ان انا اغني اغنيه معينه عشان هو بيحب الاغنيه دي وعايز يسمعها مني، فاغنيها له او اغنيها لها، وبعد ما اخلص اول كومنت يتقال لي بس انت على فكره انت مش مغنياها زيها بالظبط، انت مش مغنياها زيه بالظبط، عارفه انت مش الحته دي لا. طب ما طبيعي يعني انت او انت لو عايزين حد يكون بيغني الاغنيه بالظبط بنفس الطريقه بالظبط وبنفس الصوت بالظبط، مش عارفه انا هعمل كده ازاي يعني بنفس الصوت بالظبط، طب ما تشغل الاغنيه وتسمعها. شغل الاغنيه. يعني ما انا اكيد صوتي مختلف عن المغني والمغنيه اللي انتوا عارفينهم دول. اكيد انا ليا ماي اندبندنت فويس. يعني ربنا انا مش راضي يعني انت دلوقتي لو طلبت مني بيلي ايليش انا المفروض صوتي يقلب على طول بيلي ايليش. لو طلبت مني محمد منير صوتي يقلب محمد منير. يا جماعه كومنت غريب بصراحه، واللي هو
عارفين انتوا بتحسوا بتون الديسابوينتمنت كده في نبره يعني خيبه الامل بتبقى سامعه لا لا لا، بس انتي لا لا، مش صوتك مش زي عبد الحليم. انتي بتعرفي تعملي كده بصوتك؟ انتوا مش متخيلين يا جماعه كم مره حد من صحابي او حد لسه عارفني مثلا وعارف ان انا بغني يشغل لي اغنيه ويقول لي اسمعي كده الحته دي، يسمعني الحته اللي من الاغنيه دي، ولما يقفل يقول لي بتعرفي تعملي كده بصوتك؟ عامة ده سؤال يحترم، يعني الشخص عنده فضول انه يعرف هل انت برضو بتعرف تعمل كده بصوتك، او المغنيين عامة كلهم زي بعض بيعرفوا يعملوا كلهم نفس التريكس بصوتهم ولا لا. بس في موقف كده بالذات انا لازم احكي لكم عليه عشان هو بصراحة يعني لا يعلى عليه. مرة زمان يا جماعة، مش فاكرة انا كنت قاعدة مع مين خالص يعني، بس كنا جروب صغير ممكن يكون 4 وحد ولد برضو سبحان الله برضو قال لي تعرفي اغنيه انا من البدايه يا غربه بتحمل؟ طبعا كلنا عارفين الاغنيه دي، انا من البدايه يو جت ايديا يعني. قال لي هو انت بتعرفي تغنيها يعني؟ قلت له اه. قال لي طب بتعرفي تعملي الحته اللي بيطول فيها ويقول كده بصوته؟ فقلت له طبعا يعني هعملها عادي وانا بغني الاغنيه، فطبيعي يعني بقولها في الاغنيه عادي. فقال لي طيب ماشي، ممكن تسمعيها لي يعني، انا بحب الاغنيه دي قوي وبتاع وانتي صوتك حلو عايزه اسمعها من صوتك. فقلت له ما فيش مشكله يعني. فجيت ببدا الاغنيه، في اول الجمله وقفني اللي هو لا استني. قلت له في ايه؟ مش فاهم. انا اصلا ما بحبش حد يقاطعني وانا بغني، عيلتي كلها عارفه الموضوع ده، انا ما بحبش حد يقاطعني وانا بغني. بتقاطعني عشان وانا بغني تقول لي ايه؟ ما ليه يعني ليه؟ المهم قاطعني وانا بغني وقال لي لا انا بس عايزك تقولي الحته اللي هي بتاعت كده دي بصوتك. اصل يا جماعه حاجه غريبه، هو لو كان سابنا اكمل انا كنت وصلت لها يعني، هي اصلا في نفس والله كانت بعد الجمله خلاص اللي جايه اللي هو قاطعني يعني، هو قاطعني ماشي وانا خلاص كنت هقولها بس يعني. وعلى فكره عشان تبقوا عارفين انا مش مرضتش اقولها له عشان هو قاطعني، لا عادي يعني، بس انا مرضتش اقولها له عشان هي حاجه غريبه. فده موقف صغير جدا في فقره بتعرفي تعملي كده بصوتك، وهسيب لكم بقى المواقف التانية لخيالكم. الغنى في التجمعات العائليه، اعتقد دوت جزء كبير قوي من حياه كل مغني ومغنيه، ان هم يغنوا لعيلتهم لما يتجمعوا كل يوم جمعه. هو انا ليه كل مره الشاي بلبن بيقع مني؟ في الاول خالص انا كنت بحب جدا اغني لعيلتي، يا سلام، كانت بتبقى حاجه بالنسبه لي يعني كبيره قوي، بقى هعمل برفورمانس فاهمين، ببقى بقى ايه رايحه كده لابسه ومتشيكه وانا عارفه ان انا هروح اغني. بس بعدها شويه لما كبرت شويه بقيت اروح الاوبرا والناس اكتر في العيله بقت تعرف ان انا بعرف اغني. لما كنا بنتقابل كانوا على طول بيطلبوا مني ان انا احفظ اغاني انا مش حباها قوي، يعني مثلا احفظي لي اغنيه ام كلثوم ديت انا بحبها قوي، احفظي لي اغنيه نجاة ديت، ورده ديت، محمد منير، محمد عبد الحليم حافظ، كل الناس ديت. وانا اصلا في الاوبرا كنت بحفظ اغاني انا مش حباها قوي. واي نعم التنوع وان انا احفظ حاجات كتير لمغنيين مختلفين دي حاجه حلوه عشان يبقى في تنوع في صوتي وتنوع في الستايلز وكل الكلام ده. وعامه نصيحه مني بره عن اي حاجه، نصيحه مني للمغنيين اللي عايزين يوسعوا الرينج بتاع صوتهم ان هم يسمعوا اغاني لام كلثوم كتير ويحاولوا يقلدوها او يكرروا معاها الاغاني. بس نرجع تاني بقى لموضوع التجمعات العائليه، هم كانوا بيبقوا متوقعين ان انا احفظ لهم الاغاني ديت عشان اغنيها لهم بعدها على طول لما نتقابل تاني، اللي هو عاده كان بيبقى بعدها باسبوع مثلا. وفي منهم كانوا بيحسوني بالذنب شويه ان انا ما حفظتش الحاجات ديت، لان هم طلبوها مني كذا مره مثلا وانا ما حفظتهاش، بس انا فعلا ما كنتش ببقى حابه ان انا احفظ الحاجات ديت. فده ساعات كان بيحط بريشر عليا، انا اصلا كنت طفله بتوتر بسرعه وبحس بالمسؤوليه بسرعه. يعني انا اسفه يا جماعه والله ان انا ما حفظتش الاغاني دي لحد دلوقتي بس to make up for it انا بقيت اعمل الاغاني بتاعتي. لو لسه ما سمعتوش اخر اغنيه اوريجينال انا منزلاها مع شيري واتغيري، روحوا اسمعوها دلوقتي، هحط اللينك بتاعها في حته هنا. فقرة أنا زوري تعبان. يا جماعة الموضوع بسيط جدا، لو حد بيغني قال لكم أنا زوري تعبان، يعني انتوا طلبتوا منه إن هو يغني وقال لكم أنا زوري تعبان، ده معناه حاجة من الاتنين، يا إما هو فعلا تعبان ومرهق وزوره وجعه أو عيان أو أيا كان، يا إما هو
بيحاول يقول لك لا، بس هو مش عايز يقول لك لا صريحه علشان ما يضايقكش او عشان ما تحسش ان هو سخيف. فلما حد يقول لكم انا زوري تعبان وهو بيغني، عادي سيبوه، بس الناس تعمل كده لا طبعا. مره كنت في حفله تبع الجامعه والناس بقى كانت بترقص وكان في دي جي وكانت الدنيا يعني هيصه خالص، وفي حد يعرفني من الجامعه جه قال لي هو انت بقى مش هتغني؟ دي اكيد لازم تغني بقى في الحفله دي كده. قلت له لا والله انا فعلا تعبانه يعني وزوري تعبان ومش هقدر ان انا اغني. اولا انا ما كنتش بضحك عليه، انا فعلا كنت ساعتها تعبانه وكان زوري فعلا وجعني، لان الحفله كانت اوت دورز، كانت على مركب، كانت على النيل، كنا في الشتاء والجو كان هوا. ثانيا حتى انا لو ما كنتش عيانه او زوري تعبان انا ما كنتش احب ان انا اقفل لهم الدي جي واقول لهم يا جماعه انا هغني لكم واضايق كل الناس اللي بترقص ديت عشان انا بس صوتي حلو وممكن اغني. هي فعلا ما كانتش خالص حفله للستايل اللي انا كنت حافظاه ساعتها او للاغاني اللي انا كنت بغنيها ساعتها، فكنت هضايق كل الناس ديت ليه؟ فالولد بعد ما قلت له ان انا صوتي تعبان وان انا عيانه يعني ومش هقدر اغني، قال لي ما هي دي تلاكيك المغنيين بيقولوها بس عشان مش عايزين يغنوا. فانا قلت له طب ما انت شاطر وعارف اهو، امال في ايه؟ اصل انت طالما هتسخف عليا انا هسخف عليك، انا ما عنديش مشكله في ده خالص. فارجوكم يا جماعه لو صحابكم المغنيين قالوا لكم في يوم ان هم فعلا تعبانين ومش قادرين يغنوا، ما تحسهمش ان هم بس بيتلككوا وبيقولوا كده وخلاص، عشان ساعات فعلا بنكون عيانين وساعات فعلا مش بنكون عايزين نغني في موقف معين، او مثلا مش حاسين ان ده ايفنت او مود عايزين نغني فيه، ودي مش سخافه مننا بس عادي ممكن نحترم بعض. اخر فقره معانا هي البروديوسرز. ما تفهمونيش غلط يا جماعه، انا اشتغلت مع بروديوسرز قبل كده شاطرين جدا وبيشوفوا شغلهم حلو قوي وتالنتد فعلا بجد، بس الفقره دي للبروديوسرز اللي بيخشوا يكلموني وهم مش عايزين يشتغلوا بجد. لو انتوا جداد ومش عارفين الموضوع بيمشي ازاي لما بروديوسر بيريتش اوت لارتست، فالموضوع من خبرتي الشخصيه بيمشي كالتالي. البروديوسر بيخش يكلمني ويقول لي ان هو انترستد ان هو يشتغل معايا ويبعت لي اكزامبلز لشغله قبل كده عشان اخش اشوف شغله، وهو كمان بيكون شاف شغلي من على البروفايل بتاعي. فلما نوافق ان احنا نشتغل مع بعض، بعد ما بنتفق على كل حاجه هو بيبدا يشتغل على التراك والميوزك وانا ببدا اشتغل على الليركس والميلودي. بعد كده لما بخلص الليركس والميلودي ببعت له الشكل النهائي ليها، ولما يقول لي اوكي تمام مفيش حاجه نغيرها ببدا ان انا اسجل، وبعد لما اسجل كذا تيك ببعت له الفوكلز وهو يركبها ويعمل ميكسينج، ولو محتاج حاجه تانية انا مسجلها له وابعتها له، وبعد كده بيبعت لي الشكل النهائي ليها، ولو بيبقى في حاجات بقى عايزين نظبطها بنظبطها في الاخر وبس كده. حلوه قوي. وطبعا في بروديوسرز بيبقوا مش عايزين ان انا اسجل في البيت وابعت لهم، في بروديوسرز بيبقوا عايزين ان انا اروح لهم الاستوديو، وده طبعا حاجه طبيعيه جدا لاي ارتست ان هو يروح الاستوديو ويسجل هناك. للاسف مش كل البروديوسرز ستريت فورورد كده، في بروديوسرز بيخشوا يكلموني هم اصلا مش عارفين الفيجن بتاعتهم ايه ومش عارفين اصلا هم عايزين ايه اللي يطلع من التراك في الاخر، فمهما ابعت لهم من افكار وفوكلز بيقولوا لي لا، ولما بسالهم طيب انت عايز ايه بيقولوا لي مش عارفين، وبنفضل نلف وندور كده لحد ما التراك اصلا بيتنسي ومش بنعمل الاغنيه خالص. النوع التاني من البروديوسرز بعد ما بنلف وندور وفي الاخر الحمد لله نوصل لحاجه مفيده واخلص الفوكلز واعمل بقى ليركس وميلودي وببعتها، مش بيبعتوا لي اي ديمو، ويفضل يعدي اسبوع في التاني بسال على الديمو ومش بيبقوا عايزين يبعتوه، مش راضيين يبعتوه، وفي الاخر ييجوا يقولوا لي لا انت لازم تيجي الاستوديو. طب ليه لازم اجي الاستوديو؟ انا طب ممكن تسمعني طيب الديمو، انا عايزه بس اسمعه عشان برضو اشوف قبل ما اجي الاستوديو هل مثلا في حاجات في الليركس عايزه تتغير، عشان ما ناخدش وقت كتير في الاستوديو لان الاستوديو ده بفلوس. فيقولوا لي لا انت لازم تيجي الاستوديو، اصل كده في لازم الكيمستري ما بيننا تبقى كيمستري ايه؟ احنا مش نازلين في ديت، احنا مش في ديت، لو سمحت سمعني الفوكلز، انا عايزه اسمع الفوكلز على الميوزك، عايزه اشوف هل كل حاجه مظبوطه ولا لا، ولا احنا هنشتغل من الاول خالص. لا لازم تيجي الاستوديو علشان الكيمستري لينا مهمه. بصوا انا ما عنديش اعتراض كمغنيه طبعا ان انا اروح استوديو، ورحت قبل كده استوديوز اكيد يعني طبيعي، بس مش طبيعي ان انا كلينا اكون ضيعت الوقت ده كله وانت مش عايز تسمعني الفوكلز، اكون ضيعت كل الوقت دوت واشتغلت وانت كمان مش عايز تسمعني الفوكلز، وكمان اديك من وقتي زياده اروح لك الاستوديو وانا لسه مش فاهمه انت عايز ايه. ده مش طبيعي، بالذات لو حد انا لسه اول مره اصلا خالص اشتغل معاه وما اعرفش هو اسلوبه في الشغل عامل ازاي، وكمان ما سمعنيش اي ديمو لاول بروجكت انا وهو نعمله مع بعض. اصل يا لينا الكيمياء ما بيننا كيمياء ايه؟ ودي كانت الفقره الاخيره. طبعا انا عارفه ان في ناس هتخش تقول لي فيها ايه يعني يا دينا، الناس بيبقوا عايزينك تغني لهم، فيها ايه صوتك حلو والناس بتحب صوتك، فيها ايه يعني لما تغني لهم؟ ده طبعا على عيني وعلى راسي، واسالوا عيلتي واصحابي انا بغني لهم ولا بيبقوا عايزين يعني، فلا تقلقوا. بس برضو الشخص اللي قدامي لازم يكون عنده احترام، هل انا عايزه ولا لا، هل انا تعبانه ولا لا، هل انا عايزه احفظ الاغنيه دي
ولا لا، وما يكونش عندهم متطلبات للاغاني بطريقه معينه، او ان انا اتخن صوتي او ارفع صوتي عشان ابقى زي المغني اللي هو او هي بيحبوه. في ناس طبعا تانية هتخش تقول لي طب ما انت ارتست يعني مغنيه، طبيعي ان انت تروحي استوديو. زي ما انا قلت انا ما عنديش خالص مشكله في ده، ورحت قبل كده، بس لازم اتاكد ان البروديوسر اللي قدامي اصلا عايز يشتغل. بس انا مش هروح استوديو ساعه ونص بعيد عن بيتي علشان الكيمياء ما بيننا مش مظبوطه. وبكده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. لو انتوا كمان بتغنوا قولوا لنا في الكومنتس تحت ايه اكتر حاجات زهقتوا ان انتوا تسمعوها، وايه حاجات تانية حصلت معاكم وانتوا تعرضتوا لها كمغنيين، وهل في حاجات من الحاجات اللي انا قلتها ديت انتوا كمان حصلت لكم ولا لا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير مع صحابكم، وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. باي.